صباغة طبيعية غادي تلون لك الشعر ديالك باللون البني الرائع، بالإضافة للتغطية للشيب من أول مرة إن شاء الله، خصوصا إلى الشعر ديالك بطبيعة الحال طبيعي ما فيه شي صباغة أخرى كيماوية. إلى شعرك طبيعي هاد الوصفة لي ككبداتي غادي تلون لكم الشعر بالإضافة للتقوية وتكثيف الشعر البنات. وباش ما نطولش عليكم بزاف، لأول مرة كيشاهد قناتي يشارك فيها ويفعل الجرس باش هكا يتوصل بكل جديد ديالي. والبنات اللي معايا من شحال هادي شكرا لكم كبداتي، ونبداو على بركه الله. بسم الله. غادي نحتاجوا جوج معالق ديال القهوه اولا ملعقتين من البن. بالنسبه للاخوات اللي خارج المغرب، ملعقتين من البن يعني القهوه العاديه المطحونه. بطبيعه الحال كنضيفوا لها كاس كبير ديال الماء كيف كتشوفوا معايا، وغادي نخلط المكونات. وبطبيعه الحال كنحط المكونات ديالي على نار مهيله وكنخليهم يغليو تقريبا. ملي كيوصل لمرحله الغليان كنحسبوا 10 ديال الدقائق صافي، وكنطفيو على القهوه ديالنا هكا كتكون واجده. وبطبيعه الحال كنحطوها على جنب ونكملوا باقي الوصفه ان شاء الله. اول حاجه في المكونات الجافه غادي نحتاجو الكركديه البنات. الكركديه رائع في تقوية الشعر، كذلك في التلوين جد رائع الكركديه. هنايا خديت الكركديه اولا الكركديه المطحون، وإلا ما عندكمش مطحون ممكن تطحنوه عادي. هنايا غادي نضيف الحنة البنات، غادي نضيف الحنة أساسية وضروريه في هذه الوصفه هذه. ولكن انا ملي جيت نشوف الحنه لقيت الحنه حيت كنستعملها بزاف لقيتها تسالات ليا. انا كنحطها في هذا البول هذا ديال الاتاي، كندير فيه الحنه ديالي باش كتبقى محتفظه على داك الخصائص ديالها. المهم هنايا ضفت 2 معالق ديال الحنه، بطبيعه الحال ملعقتين من الحنه العاديه المطحونه، الحنه ديال الشعر البنات اللي كيسولوني في التعاليق اش من نوع حنه كتستعملي. انا كنستعمل اي حنه ديال الشعر، وعندنا واحد العطار في البلد هو اللي كناخذ من عنده لان كتعجبني ديك الحنه ديالو ما كنبدلوش. وعندي الكاكاو المر، ضروري الكاكاو الخام البنات، الكاكاو المر اللي غادي نستعمله في هذه الوصفه هذه تقريبا ملعقتين من الكاكاو المر. وبالنسبه للصباغه الطبيعيه البنات راها غنعطيكم نصائح باش هكا تنجح معكم في اخر الفيديو ان شاء الله. عندي هنا غادي نضيف القهوه سريعه الذوبان. اي نوع قهوه سريع الذوبان ممكن تستعمليه، ماشي ماركه معينه، اي نوع يمكن لك تستعمليه. القهوه سريعه الذوبان ملعقه كبيره. وبطبيعه الحال كنبداو كنخلطوا هاد النواشف هادو باش يسهل علينا تخلط لينا المكونات مع بعضياتهم. شفتوا غير اللوين اللي كيعطي كيفاش داير، لوين واعره البنات. وهاد الوصفه هذه مجربه وفعاله. انا الصباغه الطبيعيه ما بقيتش كنستغنى عليها، ما بقيتش كنصبغ شعري لا بالكيماوي ولا لاماش ولا حتى شي حاجه، لان كيف كتعرفوا دابا ولاو امراض خطيره اللي ولات منتشره في العالم كله. يعني نحافظوا على صحتنا ونمشيو لكل ما هو طبيعي. طبيعي راه لما نفعك ما غاديش يضرك، ماشي بحال الصباغه كيماويه ضروري كتضر، عندها واحد العوارض اللي خايبه وعندها واحد السلبيات. المهم هنا من بعد ما خلطت هاد النواشف هذه غادي ناخذ الخليط ديالي ديال القهوه. بطبيعه الحال كنصفيو القهوه ديالنا، كنصفيوها وكناخذوا غير داك الماء ديال القهوه. نتوما الا عندكم العصاره، انا عندي العصاره ولكن عجزت انني نديرها، درت غير في الكاسرول. المهم الا عندكم العصاره تقدروا تعصروا القهوه وتاخذوا غير داك الماء ديالها. انا هنا غادي نصفيها باش ناخذ هكا غير داك الماء، ونبقاو نضيفو تدريجيا باش ما يجراش لينا الخليط ديالنا ولا يخفف بزاف. انا هنا غادي نبقى نخلط هكا مكونات مع بعضياتهم، غادي نخلطهم جيدا. بالنسبه للوصفه تقدري ديريها 2 مرات في الاسبوع. والنصيحه المهمه البنات في هذه الوصفه هذه، الصباغه الطبيعيه ملي ديريها على شعرك خليها تنشف، ما تغطيهاش،
ما تغطيهاش ببلاستيك غذائي ولا بشي حاجه، لا. الصباغه الطبيعيه كتبغي تنشف، خصوصا الحنه باش كتعطي داك اللون وكتزهر، خاصك تخليها تنشف تماما، ما تخليهاش فازقه، خص الشعر ديالك يبقى عريان ويبقى ينشف. فهمتوني البنات؟ هذه نصيحه مهمه، هي اللي كتنجح لك الوصفه، هي اللي كتنجح لك الوصفه. ضروري تخليو الشعر ديالكم ينشف تماما، ينشف من الحنه، هذيك الفزوقيه ينشف شعرك، هكا كتعطيك نتيجه اللي واعره. وتاني حاجه اللي مهمه، الوصفه ملي كنخلطوها كامله كنخليوها كتخمر، تخليوها على الاقل ساعتين، الا مزروبين ساعتين، ولا ما كنتيش مزروبه صايبيها في الليل وخليها، غطيها بالبلاستيك الغذائي وخليها حتى الغد ليه، وعاد طبقيها على الشعر ديالك. والبنات اللي كيقولوا لي الحنه كتنشف الشعر، انا غادي نعطيك طريقه باش هكا ما تنشفش لك الشعر. انا هنا ما غاديش نضيف زيوت، الزيوت ما كيخليوش الشعر ديالنا اللون يثبت لينا على الشعر، لذلك انا غنتفادى الزيت. ولكن الا ضروري كينشف لكم شعركم بزاف وهذا يمكن لكم ديروه، والافضل ديروا صفار البيض عوض ما غديري الزيت، ديري صفار البيض. صفار البيض ما غاديش يمنع لينا الوصفه انها تشد لينا في الشعر ديالنا، فهمتوني؟ انا شوفوا الخليط ديالي كيفاش ولا. غادي نضيف له صفار بيضه، وقبل غادي نضيف الخل البنات. الافضل يكون عندك خل التفاح، ولا عندك خل ابيض ممكن ديريه، ولكن راه الافضل هو خل التفاح، رائع بزاف للشعر، كيخلي لنا اللون يتركز لنا ويقبط لنا اللون في الشعر ديالنا. وبطبيعه الحال كنضيف صفار بيضه. انا هنا صفار البيض ما غاديش نضيفه في الوصفه، لاني انا ديجا درت ماسك ديال صفار البيض، يعني ما يمكنليش نبقى ندير صفار البيض لانه كينعم ليا شعري بزاف، لذلك ما كنبغيهش. كنديرو مره باش هكا بروتين وكيقوي الشعر وكيطولو، كنديرو مره. ولكن انا ديجا درت ماسك ديال صفار البيض، يعني ما غاديش نستعمل صفار البيض في هذه الوصفه هذه. نتوما لا شعركم ناشف وجاف ومتقصف ضروري ديروا هذا صفار البيض. وبطبيعه الحال الوصفه البنات على حسب طول الشعر، شعرك قصير غادي ديري هذه المكونات، شعرك طويل غادي تضيفي يعني اللي بغيتي. المهم على حسب شعرك غادي ديري المكونات على حسب شعرك. المهم شعرك خاصو يتشبع بديك الصباغه الطبيعيه وكله يفزك. المهم الا وصلتوا معايا حتى لهنا ما تنسونيش بذاتي من اللايك ديالكم ومن التعليق ديالكم المحفز كذلك، لان التعليق ديالكم واللايكات ديالكم كيخليوني نزيد نعطي المزيد والمزيد ان شاء الله. ونتمنى هذا لا فيديو يلقاكم في احسن احوالكم يا ربي، ونشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. باي باي.